الأيام، الإمام محمد عبده والأزهر. كانت هناك غرفة أخرى من غرف الربع مصدر سعادة وفكاهة لهؤلاء الشباب، كان يسكنها شاب أكبر منهم وأقدم منهم عهدا بالأزهر، كان نحيف الصوت وعقله محدود، ورغم ذلك كان واسع الثقة في نفسه بعيد الطمع في مستقبله. يشارك هؤلاء الطلاب في دروس الفقه والبلاغة ودروس الأستاذ محمد عبده. كان هؤلاء الشباب يضيقون بكتب الأزهر ومناهجه، متأثرين برأي أستاذهم الإمام محمد عبده الذي كان يدلهم على كتب في النحو والبلاغة والتوحيد لا تدرس في الأزهر. وكان الطلاب لا يسمعون اسم كتاب حتى يسارعون إلى شرائه، وإن تعذر استعاروه من مكتبة الأزهر، وكان يدفعهم إلى ذلك حبهم لأستاذهم الإمام، وكانوا يفخرون بكونهم من تلاميذه، وعرفوا بامتيازهم في الأزهر. وكان يتقرب إليهم ضعاف الطلاب وأوساطهم ليعرف الناس أنهم من أصدقائهم، من بينهم هذا الشاب. كان يتصل بهؤلاء الشباب، وكان مثار ضحكهم لجهله. كلما سمع بيتا من أبيات الشعر نسبه إلى بحر البسيط، فهو لا يعرف سواه، فيضحكون ويستهزئون وهو راض فقط يبتسم. ولكنه أدرك أنه لا يستطيع مسايرتهم في العلم أو الدروس، فاكتفى بالشاي والطعام والزيارة، فاكتفى أن يشاركهم في الشاي والطعام والزيارات وفقط. ارتقت حياة هؤلاء الشباب بفضل تفوقهم، فيتصلون بأبناء الأسر الغنية الثرية الذين كانوا يطلبون العلم في الأزهر، والشاب يشاركهم اتصالهم بأبناء الأثرياء. وتمضي الأيام ويتفرق هؤلاء الشباب، ولكنه كان حريصا على زيارته، إلى أن حدثت محنة سياسية معروفة في هذا الوقت خسر فيها أصدقاءه، فقد اكتشفوا أنه كان يتجسس عليهم وعلى أستاذهم الإمام وينقل أسرارهم إلى المحافظة. وعندما سمع هؤلاء الشباب بموته لم يحزنوا عليه ورددوا قول الله تعالى: إنا لله وإنا إليه راجعون وفقط.